كفتة الحياتي الناجحة بتمط، يعني لينة ومتماسكة في نفس الوقت. وبالمناسبة دي الكفتة اللي كانت مع سلطة البصل اللي طلبتوها مني. أول حاجة هعملها هفرم بصلتين كبار بالحجم ده تقريبا. هفرم البصل على سرعة عالية لحد ما يوصل للشكل ده. هبدأ أصفي البصل كويس جدا لحد ما أفصل البصل عن المية، ودي تقريبا أهم خطوة. هستخدم كيلو لحمة مفرومة من وش الفخدة، 25% دهون. ممكن تستخدموا لحمة مجمدة، إنما المهم إنها تكون اتفرمت النهاردة. وعلشان أدخل فيها طعم الضاني هستخدم تقريبا مكعب ليا. وكل كمية البصل اللي فرمتها مع معلقه كبيره من البيكنج باودر اللي بتستخدموه للكيك، واكيد ملح وفلفل اسود مع رشه من جوز الطيب. وهفرم كل ده في الكبه لمده اقل تقريبا من دقيقه لحد بس ما اشوف القوام ده. عجينه متماسكه جدا بتسيب اثر في الايد. هحضر ميه البصل وهحط عليها معلقتين زيت. استخدموا اي اسياخ عندكم، المهم تعملوا تجويف جوه الكفته. هغمس ايدي في ميه البصل بالزيت، وبعدين اخد قطعه كبيره من اللحمه وابدا اشكلها على السيخ، وهبدا ابصم على الكفته بصبعي. ودي من الحاجات اللي بتخلي الكفته تحتفظ بحجمها ويبقى لها شكل حلو. هحطها على شبكه وده مهم قوي، وهدخلها التلاجة تقريبا ساعتين. واساس سلطه الطحينه هو الملح والخل، وهنضيف الميه بالتدريج لحد ما نوصل للون فاتح وقوام سميك متوسط. واول ما نوصل للقوام اللي عايزينه هننكهها برشه بقدونس وفص ثوم مفروم. دي اكتر سلطه طحينه انا بحبها. عشان نسوي الكفته هندخلها تحت الشوايه اقرب ما يكون، ونبدا نقلبها كل دقيقتين لمده 8 دقايق بس لحد ما كلها تاخد لون، وكده جاهزه. بس اهم حاجه تكونوا عارفين ان ساندوتش الكفته علشان يطلع حلو قوي لازم يكون فيه طحينه. وبالنسبه لي انا سلطه البصل دي المكون الاساسي هو البصل الاحمر. انا هستخدم 2 من الحجم ده، وهقطعها شرايح رفيعه جدا علشان نقلل من حده طعم البصل. هستخدم طبق واسع وهحط فيه كل كميه البصل اللي انا هستخدمها، رشه كبيره من البقدونس مع الكزبره، واهم حاجه السماق، معلقه كبيره من السماق، رشه ملح، وعصير ليمونه كامله. ونقلب كويس جدا. انا بحب اقلبها بايدي علشان اخرج كل طعم البصل. وهغرقها زيت زيتون وبس كده جاهزه بجد. خطيره، مفيش ألذ ولا اسهل من كده.